شهداء ليبيا على مدار 40 عام في ظل نظام طاغي ديكتاتوري. نحيي الجرحى الليبيين المتواجدين هنا وفي كل بقاع العالم. نحيي مصرنا الحبيبة. اليوم نحن في حديقة الأزهر، اليوم نحن في قلب مصر. نحن اليوم لولا لم تتحرر مصر لم نكن هنا. أقمنا ملتقى للناشطين الليبيين في 26 أبريل لتنسيق كل الجهود ما بين كل هذه الجمعيات الأهلية. أما عن مبادرة مصريون من أجل ليبيا حرة، هي مبادرة أعلن عنها في نقابة الصحفيين في 26 مارس في نقابة الصحفيين في وجود الدكتور حسن نافعة ومحمد عبد القدوس، محمد جوهر صاحب كايروسات. رئيس اللجنة التنفيذية لهذه المبادرة هو الدكتور عمرو حمزاوي. تشمل نخبة من الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين. المبادرة دي بتهدف لإيه؟ للتضامن مع الثورة، ولأساسا تقديم لتنسيق منظمات المجتمع المدني المصرية ونظيرها الليبية. احنا فكرنا في موضوع التجمع ده اولا لجمع تبرعات، طبعا انت عارفه الوضع البائس اللي حاليا فيه الشعب الليبي، وفي نفس الوقت حتى معنويا الشعب الليبي بيتبسط جدا لما بيشعروا ان في تضامن ولو معنوي معاهم، ان الناس شعره بمشاكلهم والناس متضامنه معاهم ومتعاونه معاهم. وكان الاقبال زي ما انت شايف حقيقه مشرف، وجات الناس كلها، وكان يعني فعلا كان التجمع الحمد لله كويس. وصحيح الدنيا حر بس برضه ارحم من امبارح. حاليا بنفكر في فعاليات ثانيه، مش هنقدر نعيد نفس النوعيه، لكن ان شاء الله هيكون في فعاليات كتير، لان واضح ان الوضع في ليبيا سيء اسوء بكتير مما تتخيلي. ومش بس طرابلس النهارده، كل ليبيا بتعاني، مفيش بنزين، مفيش اكل، مفيش ادويه، مفيش حليب اطفال. صحيح بنبعت حاجات كتير الحمد لله قد ما نقدر، بس مهما كان المعاناه جامده جدا جدا. والسلام على سيدنا محمد.